السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا وسهلا بكم في أولى دروس منهج اللغة الإنجليزية سنة 2027. منهج جديد وطبعة جديدة خاصة بكتاب المعاصر. طبعا السنة دي إن شاء الله هنبدأ شرح من كتاب المعاصر. بتمنى لكم طبعا كده سنة سعيدة إن شاء الله عليكم وعلينا إن شاء الله، سنة كلها توفيق وجد واجتهاد من ربنا سبحانه وتعالى. في بداية الأمر كده بحب أذكركم وأذكر نفسي الأول إن شاء الله، في بداية السنة كده نبدأ نقرأ مع بعض سورة الفاتحة عشان ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا، يوفقكم انتوا كطلبة للجد والاجتهاد والحفظ والاستيعاب، ويوفقني أنا كمعلمة إن شاء الله لشرح الدرس بأفضل صورة ممكنة تقدر تساعدكم، وإن شاء الله يكون في ميزان حسناتي وحسناتكم إن شاء الله بإذن الله. نبدأ نقرأ سورة الفاتحة مع بعض. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ ندخل في كتاب المعاصر، كتاب تالتة إعدادي. طبعا إن شاء الله الحل والتدريبات كلها منه إن شاء الله. طبعا هنا بيجيب لي، طبعا بيقول لي هنا المحتويات الكتاب عبارة عن إيه. طبعا في الأول بري أساينمنت اللي هو تدريبات كده، عبارة عن مراجعات خاصة بالمنهج. بارت 2 عندي بقى يونت 1 يونت 2 3 ريفيو 1 ريفيو يونت 4 يونت 5 يونت 6 ريفيو 2، وعندي ذا ستوري اسمها ذا سكول جاردن بروجكت. هنبدأ إن شاء الله ندخل على طول على يونت 1. طبعا المراجعات دي تبقى تحلوها كلكم، يعني تبقى تحلوها مع بعضكم كده. إذا وقف أي سؤال معاكم على طول اكتبوهولي في الكومنتات وإن شاء الله هرد عليكم بسرعة جدا. طبعا يا تالتة إعدادي طبعا الكتب باختلافها، أو يعني زي مثلا هي الكتب كلها غرضها واحد، غرضها إن حضرتك تحفظ الكلمات، تحل الجرامر، مثلا تكتب الباراجراف بطريقة كويسة. عشان كده يعتبر كل المهم الكتاب اللي مرتاح فيه. احنا السنة دي إن شاء الله هنشتغل من معاصر على حسب كل واحد بيشتغل بالكتاب اللي طبعا متعود عليه. عندنا طبعا بسم الله الرحمن الرحيم يونت 1 اسمها personal identity الهوية الشخصية. من خلال دايما بقول لتلاميذي من خلال عنوان الوحدة كده بعرف الوحدة دي بتتكلم عن ايه. يعني على سبيل المثال مثلا ممكن يكون عنوان الوحدة عن التكنولوجي، أعرف على طول إن الوحدة دي بتتكلم لي أو كل محتوياتها بتدور حول الموضوع إيه، عن موضوع التكنولوجي اللي هي التكنولوجيا. طيب بالنسبة لكم انتوا يونت 1 بادئ على طول ببيرسونال ايدنتيتي الهوية الشخصية، يبقى طبعا كل الكلمات خاصة بجزء الهوية الشخصية. هنبدأ النهاردة ناخد كلمات lesson 1 و 2. طبعا beyond my looks ما وراء مظهري، ونمبر 2 self discovery. طبعا يا تالتة إعدادي self discovery يعني اكتشاف الذات أو اكتشاف النفس. طبعا هنبدأ هنا إن شاء الله بالفوكابيولاري اللي هي المفردات. طبعا المفردات اللي هي في الجزء الأول ده اللي هي key vocabulary دي تعتبر المفردات الرئيسية. أنا طبعا بالنسبة لتلاميذي بيحفظوا كل الكلمات كلها، بيحفظوا على قد ما تقدر تحفظ، لأن حضرتك بتتعلم لغة مش بتتعلم منهج هتمتحن فيه وخلاص وهتنساه، لا. يمكن كمان اللغة الإنجليزية في وقتنا الحاضر دي من أهم اللغات على مستوى العالم. يعني مش معنى إنك خلاص هتمتحن وخلاص تجيب درجات خلاص هتنساها، لا. اللغة الإنجليزية بتمتد معاك حتى بعد التخرج من الجامعة. لازم يكون عندك حصيلة لغوية. طب تبقى عندي إزاي الحصيلة اللغوية؟ من خلال حفظ الكلمات. فعلى قد ما تقدر تحفظ. مش هنقول بقى لا نحفظ الكلمة دي لا ما نحفظش دي، لا طبعا الكلام ده أنا برفضه تماما، ويعني مع احترامي للجميع لا، ما اقدرش يجي طالب عندي اقول له لا احفظ الكلمة دي وما تحفظش دي، حتى بغض النظر لو كانت قابلتك قبل كده أكتر من مرة، لكن لا، لازم نحفظها شفوي وتحريري ونطق وكل حاجة. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. معنا أول كلمة identity يعني هوية. beliefs
beliefs يعني معتقدات أو مبادئ. ونركز يا سنة تانية إعدادي يا سنة تالتة إعدادي إن بين قوسين إن دي يعني الكلمة دي noun. يعني إيه noun؟ يعني اسم. طيب عندي كلمة unique يعني فريد أو مميز، عندي بين قوسين adjective. adjective يعني صفة. يبقى لو كان حد مش فاهم يعني ايه الان اللي جنب الاسم ده يا مس او الكلمة دي يا مس، لا بنعرفها مع بعض ان كل ان او في او ادج او ادف دي كل واحدة خاصة بشيء معين. الان اللي هو الاسم ده noun يعني اسم. طيب الادجكتيف يعني صفة. الادفيرب يعني حال. طيب الفيرب يعني طبعا فعل. تمام. self discovery اكتشاف الذات. strength وجي طبعا silent مش بننطقها. strength يعني نقاط القوة. personality اللي هي الشخصية. individuality تميز أو تفرد. الكلمة الطويلة طبعا بقول لتلاميذي قسموها السيلابلز. يعني إيه syllables؟ يعني مقاطع. على سبيل المثال كلمة individuality هنقسمها individuality تميز أو تفرد. growth يعني نمو أو نضج. growth. background يعني إيه الخلفية الاجتماعية. عندك إيه background يعني عندك معلومات إيه خاصة بالشيء المعين ده بغض النظر عن الموضوع. background يعني خلفية سابقة لموضوع معين. value طبعا value بتجيني verb أو noun. verb زي ما اتفقنا تجيني فعل. noun يعني تجيني اسم. value معناها يقدر أو يقيم، ولو جاني اسم معناها القيمة. طيب اللي بعديها confidence الثقة. confidence self respect احترام الذات. يعني ايه احترام الذات؟ يعني انت تبقى مقدر ذاتك وتحترم ذاتك. weakness نقطة الضعف. power طبعا يعني قوة. هنقرأهم سريعا مع بعض. identity beliefs unique self-discovery strength personality individuality growth background value confidence self-respect weakness power. طبعا هنا عندي بعض الاكسرسايز يعني عشان نفحص بقى حضرتك فهمت الكلمات ولا لا. number 1 confidence is one of my biggest نقط in my personality. الثقة هي واحدة من أكثر الإيه في شخصيتي. هل هي الفاليو ولا السيلف ولا الويكنس ولا يونيك ولا strength؟ يبقى هي biggest value القيمة في شخصيتي. education adds a great نقط in education adds a great نقط to people's life. التعليم بيضيف ايه لحياة الناس؟ طبعا بيضيف لها حاجات ايه طبعا معنا number 1 confidence is one of my biggest نقط in my personality. my biggest what value self weakness unique strength. طبعا strength يعني واحدة من أعظم نقاط القوة في شخصيته. number 2 education adds a great نقط to people's life. التعليم بيضيف great a value قيمة لحياة الناس. number 3 everyone has something نقط that makes them different from others. كل شخص بيمتلك ايه بيخليه مختلف عن الآخرين. something unique شيء مميز. fear of failure can become a نقط الخوف من الفشل ممكن يكون ايه ممكن يكون weakness ممكن يتحول weakness لنقاط ضعف if you let it control you لو انت تركته يسيطر عليك.
طبعا هنا عندي العديد من المفردات الزيادة كمان معانا. عندي كلمة act يتصرف act. character يعني شخصية. social media يعني وسائل تواصل اجتماعي. social media. strange غريب أو غير مألوف. strange وهنا عندي adjective يعني هي صفة. overcome يتغلب على overcome. remind يذكر remind. stressed مضغوط أو متوتر stressed. shape يشكل أو شكل. confident واثق بنفسه. challenge تحدي. goals purpose أهداف في الحياة. popular مشهور. هنراجعهم تاني مع بعض. act character social media strange overcome remind stressed sheep confident challenge goals purpose popular. عندي الكلمات دي التانية. traditions يعني عادات أو تقاليد. influence يؤثر أو تأثير وجاي منها كلمة influencer اللي هم الناس الشخصيات اللي بتبقى موجودة على السوشيال ميديا اللي هم مؤثرين ممكن يأثروا في الناس. heart surgeon يعني جراح للقلب. disease يعني مرض. celebrate يعني يحتفل. experience يعني تجربة أو خبرة. volunteering يعني التطوع. encourage يشجع. differences يعني اختلاف. quality يعني صفة أو ميزة. نراجعهم تاني. traditions influence heart surgeon disease celebrate experience volunteering encourage differences quality. inspiring يعني ملهم أو محفز. inspiring wonder يعني يتساءل. curiosity اللي هو الفضول. support يدعم أو يساند أو دعم. inspiring wonder curiosity support. هنا طبعا عندي بعض definitions اللي هي التعريفات. أهم كلمة عندي اللي هي مبني عليها طبعا عنوان الوحدة. identity معناها الهوية. who a person is من هو هذا الشخص. تاني كلمة value يعني يقدر أو يقيم. have a high opinion of someone or something إني أنا أدي رأيي في شيء ما أو شخص ما. background خلفية اجتماعية. where something where someone comes from يعني الشخص ده جاي منين من أنهي منطقة اجتماعية من أنهي بيئة اجتماعية. self discovery اكتشاف الذات. learning more about who you are تعلم أنت مين بالضبط. إيه الحاجات اللي بتحبها إيه الحاجات اللي بتكرهها إيش الحاجة اللي عندك ليها شغف في الحياة. فself discovery يعني اكتشاف الذات. beliefs يعني معتقدات أو مبادئ. ideas and principles that shape character هي الأفكار والمبادئ اللي بتشكل شخصيتك and help one know what is right وكمان بتخلي أو بتساعد الشخص فيما هو right صحيح أو صواب. confidence يعني ثقة. feeling sure about your abilities إنك أنت متأكد من قدراتك. qualities وكمان الصفات أو استغفر الله abilities أو qualities الصفات أو المؤهلات بتاعتك or decisions أو القرارات.
دي الكونفيدنس. طيب عندي هنا بقى collections، كلمات بتيجي مع بعض. solve على طول تجيني solve a problem، يحل المشكلة. solve a problem هتقابلني في الاختياري. enter a fire يشارك في معرض. stay confident يحافظ على ثقته بالنفسه، أو stay in mind يظل عالقا في الذهن. build or gain، build confidence أو gain confidence، الاثنين معناهم يكتسب الثقة والاثنين صح. overcome challenges يعني يتغلب على التحديات. feel stressed يشعر بالتوتر. أي حد يا سنة تالتة واقف معاه أي سؤال يكتبه لي في الكومنتات وهحله معاه على طول. طيب أي حد مش عارف ينطق كلمة، أي حد مش عارف يصيغ جملة، أي حد مش عارف يكتب باراجراف، أي حد مش عارف أي حاجة في المنهج يبعت لي حالا يا سنة تالتة إعدادي، وأنا معاكم على طول إن شاء الله. وما تنسوش أهم حاجة الاشتراك في القناة. نكمل مع بعض مترادفات ومتضادات. طيب عندي الكلمة ومرادفها ومضادها. عندي fit يلائم أو يناسب بتساوي suit أو match، والعكس mismatch يعني لا يتوافق مع. طيب strength بتساوي power والعكس weakness. القوة بتساوي برضو الباور اللي هي الطاقة أو القوة، برضو weakness بتساوي الضعف أو نقط الضعف. unique فريد أو مميز، عكسها special أو بتساوي special أو unusual، والعكس common أو usual. real حقيقي بتساوي true حقيقي. fake يعني مزيف، على طول انتوا بلغتكم صغيرين تقولوا ده fake يعني حاجة مزيفة. confident واثق من نفسه بتساوي sure or certain، والعكس unsure or uncertain. طيب value يقدر أو يقيم بتساوي كلمة appreciate يقدر أو يقيم، والعكس disregard يعني يتجاهل. stressed بتساوي worried أو anxious، والعكس quiet or relaxed. support بتساوي help encourage، والعكس discourage. عندي هنا طبعا البريفكس والسافكس، طبعا دي ملحقات بيتحطوا يا إما في أول الكلمة يا إما في آخر الكلمة. individual بشكل فردي، لو هحط لها المقطع ITE هتبقى individuality الفردية. personal لو هحط لها المقطع ITY هتبقى personality الشخصية. kind هحط لها المقطع ness هتبقى kindness يعني العطف أو الطيبة. discovery لو هحط لها self قبليها طبعا self discovery اكتشاف الذات، وعندي self respect يعني احترام الذات. stress طبعا respect قرأناها، stress هنحط لها المقطع ED اللي هو يديني الصفة، هتبقى stressed متوتر أو مرهق. طبعا هنقرأ على طول الريدنج والليسننج تكست. هنا هو ملخصهولي، طبعا هتقرأوه انتوا، احنا بقى ندخل للنص الأساسي هنقرأه مع بعض. reading who am beyond my looks. who I am beyond my looks. من أنا وراء مظهري. هنبدأ نقرأ الفقرة مع بعض. At school many students think they must look or act a certain way to fit in it. في المدارس العديد من التلاميذ بيعتقدوا they must look or act certain way to fit in. بيقول لي إن التلاميذ ممكن يعتقدوا إنهم لازم يتصرفوا بطريقة معينة عشان تبقى لايقة عليهم. fit in يعني تبقى لايقة عليهم. But I have learned that my identity isn't about what others says. It's about how I really am inside. ولكن أنا تعلمت that my identity إن الهوية الخاصة بي isn't about what others see مش اللي الناس بيشوفوه. It's about إنها عن who I really am inside من أنا فعلا من الداخل.
بيبدأ في الباراجراف التاني بيقول لي I am أحمد 15 years old and I live in جيزة. أنا أحمد عندي 15 سنة وبعيش في الجيزة. My background طبعا خلفيتي الاجتماعية is simple بسيطة. I come from a family that values hard work and kindness. أتيت من عائلة بتقدر بتقدر hard work العمل الجاد and kindness والطيبة. That believes shape my character. معتقدات this beliefs هذه المعتقدات shape my character هي شكلت شخصيتي and help me know what's right وبتساعدني أعرف إيه هو الشيء الصحيح. I may not be the loudest person in class. أنا مش أكتر واحد صوته عالي في الفصل ولكن I believe listening is one of my strengths. أنا بعتقد إن الاستماع أو الإنصات الجيد is one of my strengths واحدة من نقاط القوة. Sometimes في بعض الأحيان I feel stressed بشعر بالضغط. From social media to change how I act or dress. من السوشيال ميديا اللي to change how اللي بتغير من إن أنا إزاي act أتصرف أو or dress أو ألبس. ولكن I remind myself أنا بذكر نفسي being real is more important than being popular. إنك أنت تبقى شخص حقيقي أفضل من إنك أو أهم من إنك تبقى شخص popular مشهور. Through self-discovery في رحلة استكشاف الذات I have found more confidence. أنا اكتسبت الكثير من confidence اللي هي الثقة. I now know أنا الآن بعرف that being unique doesn't mean being strange. دلوقتي أنا عرفت إن الواحد لما يبقى مميز مش بيعني إنك أنت لازم تبقى strange شخص غريب، بل بالعكس it means being real. ده بيعني إنك أنت لازم تبقى شخص حقيقي and with strength and self-respect. وكمان مع نقاط القوة وكمان السيلف ريسبكت احترام الذات أو احترام النفس I can grow into the person I want to be. أنا هكبر وهبقى الشخص اللي أنا عايز أبقى أو لما أكبر أكون على الشكل ده. تمام. طيب عندي هنا السيلف ديسكفري اكتشاف الذات ما بين الهوست وليلى، ما بين الشخص المستضيف وليلى. ده طبعا listening. هنقرأ النهاردة ونقول الشخص المضيف قال لها إيه. Today we are speaking with ليلى. النهاردة إحنا بنتكلم مع ليلى. A 15 years old student from Alexandria. طالبة عندها 15 سنة من الإسكندرية. ليلى has been on a journey of self-discovery. ليلى هي في رحلة لاستكشاف الذات. Learning what identity means to her. بتتعلم إزاي الهوية بالنسبة ليها معناها إيه. Welcome ليلى. مرحبا يا ليلى. طبعا ليلى هتقول Hi. مرحبا. I'm happy to share. أنا سعيدة جدا إن أنا بشارك معاكم. قال لها إيه؟ قال لها So حسنا how would you describe your identity. يلا بقى يا ستي هتعبري إزاي أو هتصفي إزاي your identity هويتك هتوصفيها إزاي. قالت إيه ليلى؟ Well حسنا I think identity is not just your name or where you are from. في اعتقادي إن الهوية مش بس إن أنت اسمك إيه أو إنك أنت عايش فين. It's your personality. إنها شخصيتك. Values وقيمك and your dreams وكمان أحلامك. I come from a big Egyptian family that values traditions. أنا أتيت من عائلة مصرية كبيرة بتقدر traditions العادات. طبعا في بعض الأماكن العادات عندهم حاجات لا يمكن مسها. But I also love reading. ولكن أنا برضو بحب الريدنج اللي هي الإيه القراءة. Solving problems وكمان حل الإيه المشكلات. And volunteering وكمان بحب أتطوع يعني أعمل عمل تطوعي. That's part of who I am. وهذا هو جزء من إني أنا
من كوني أنا يعني. قال لها إيه؟ قال لها have your beliefs changed over time؟ طب هل معتقداتك اتغيرت على مرور الزمن؟ قالت له yes، نعم. When I was younger، لما كنت صغيرة، I thought being quiet was a weakness. كنت بفتكر إن لما الواحد يفضل ساكت ده weakness، ده نقط ضعف. But now، ولكن الآن، I see it as a strength. ولكن أنا دلوقتي بعتبرها من نقاط القوة. طبعا strength. I am a good listener. أنا شخص مستمع جيد. And I think before I speak. وكمان بفكر قبل ما أتكلم. That helps me build confidence. كل ده ساعدني عشان يبقى عندي confidence، يعني ثقة بالنفس. قال لها what influenced your growth the most؟ إيه أكتر حاجة أثرت على نموك بشكل عام أو أكثر؟ قالت له honestly، بأمانة، my teachers، معلميني. one encouraged me to enter a science fair، واحد ساعدني إن أنا أدخل لمعرض للعلوم. and that made me believe in my ideas، وده خلاني أعتقد أو أؤمن بأفكاري. I realized my voice matters، وكمان أدركت إن صوتي بيهم الناس. قال لها what does being real mean to you؟ طب ما معنى كونك إنسان حقيقي أو شخص واقعي وحقيقي؟ قالت له I means showing who I really am even I am different. في اعتقادي إن ده بيعني إن أنا أظهر هو أنا مين حقيقي فعلا even حتى if I am different، حتى لو أنا شخص different مختلف. I have learned that individuality is something to celebrate. أنا تعلمت إن individuality، الفردية، is something to celebrate، هو شيء يجب أن نحن نحتفل به. طيب قال لها إيه؟ any advice for other teens؟ teens هنا اختصار لكلمة teenagers اللي هي المراهقين. about exploring how they are؟ طب احنا عايزينك بقى تقدمي advice، نصيحة للمراهقين التانيين عشان exploring who they are، عشان يكتشفوا هم مين. ليلى قالت له be patient، خليك شخص صبور طبعا. with yourself، مع نفسك. identity، الهوية، isn't fixed، لا يمكن تصليحها. it's grows and your differences are your power، إنها تنمو واختلافاتك هي بتكون قوتك. قال لها thank you ليلى، that was inspiring، شكرا لك يا ليلى، هذا كان شيئا ملهما للغاية. طيب كده انتهينا من listening. هنقرأ طبعا الفقرة دي مع بعض. طبعا عن دكتور مجدي يعقوب، ومين مش عارفه؟ دكتور مجدي يعقوب هو أشهر طبيب جراح مصري في العالم خاص بالقلب. دكتور مجدي يعقوب was born in Egypt in 1935. هو ولد في مصر سنة 1935. When he was young، لما كان هو صغير، he enjoyed reading about science and medicine، كان بيستمتع جدا يقرأ عن العلوم وعن الميديسين، الطب. When his father's sister died from heart disease، لما أخت والده توفت من مرض بالقلب أو بسبب مرض في القلب، مجدي يعقوب أو مجدي felt very sad، شعر الدكتور مجدي، كان لسه بقى ما بقاش دكتور، بالحزن الشديد. he began to wonder، بدأ يتساءل how doctors could save people with heart problems، إزاي الناس هتقدر أو الدكاترة تقدر تساعد الناس اللي عندهم مشاكل في القلب. These questions stayed in his mind for years، وظل هذا السؤال مدة كبيرة جدا في عقله. He decided to study medicine، ثم قرر أنه هو يدرس الميديسين، الطب، and learn everything about the heart، ويتعلم كل شيء خاص بالهارت اللي هو القلب. His search for answer led him to become a heart surgeon،
في برحلة بحثه لهذه الإجابة قادته إلى أن يكون طبيب قلب أو جراح قلب. by following his curiosity وباتباع فضوله مجدي discovered his true purpose. اكتشف مجدي غرضه الحقيقي to save lives إنه هو ينقذ حياة الناس. His story shows that sometimes your goal comes from a question or a problem we want to solve. هذه قصة مجدي يعقوب اللي اتعلمناها دي shows that something بتورينا أو بتعرض لنا إن ممكن في ساعات our goal حلمنا يكون عبارة عن سؤال محتاجين له إجابة أو problem we want to solve أو مشكلة عايزين لها حل. طبعا عندي هنا general notes، طبعا ملاحظات بقى عامة عن اللي خدناه ده. أول حاجة هناخدها remember و remind يا ولاد. remember الأول يتذكر من تلقاء نفسه، أنا بفتكر حاجة من نفسي لنفسي، أنا اللي فكرت نفسي بيها. إنما remind ده لا، يذكر شخص تاني يقوم بتذكيره. يبقى فرق جميل جدا بينهم هما الاتنين. remind remember شخص يتذكر من تلقاء نفسه، remind لازم شخص يقوم بتذكيره. عندي effect و effect تأثير أو نتيجة. effect ودي noun. effect يؤثر على، وده verb يعني إيه؟ يعني فعل. What is the effect of pollution on the environment؟ ما هو تأثير التلوث على البيئة؟ تأثيره إيه؟ نتيجته إيه؟ إنما affect how does other people's opinion affect you؟ إزاي آراء الناس التانية بتؤثر عليك؟ عندي الجزء الخاص بالexpressions والprepositions. expressions حروف الجر، expressions التعبيرات، expressions حروف الجر. عندي number 1 act in a certain way. act in a certain way معناها يتصرف بطريقة معينة. the loudest person الشخص الأكثر تحدثا، الأكثر لفتا للانتباه. the loudest person. over time على مر الوقت. save lives ينقذ الأرواح. beyond my look بعيدا عن مظهري. what you really are inside من أنت حقيقيا في الداخل أو شخصيتك الحقيقية. my voice matters رأيي مهم. follow his curiosity يتتبع فضوله أو يتتبع شغفه. fit in يلائم أو يناسب. believe in يؤمن به. هنا بقى نبدأ نحل على الكلمات يا تالتة إعدادي، وبكده يكون كلمات الدرس الأول والثاني الحمد لله تم الانتهاء منهم. طبعا في الفيديو ده شرحنا الكلمات وهنحل عليها، والفيديو القادم إن شاء الله الجرامر الخاص بيونت 1. طيب نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ونحل نمبر 1. encouraging التشجيع your children أطفالك and supporting them gives them a great not to do well. التشجيع أصدقائك ودعمهم بيديهم إيه to do well عشان يبلوا بلاء حسنا. طبعا بيديهم confidence ثقة بالنفس. number 2 students from different نقط can learn a lot from each other. students from different can learn a lot from each other ممكن يتعلموا الكثير من نفسهم من أنفسهم. طبعا هم students من different backgrounds خلفيات اجتماعية مختلفة ممكن يتعلموا من بعض. number 3 successful people focus on developing their نقط and improve their weakness. الناس الناجحة بتركز على developing their what إنهم ينموا إيه and improve their weakness وكمان بيحسنوا نقاط ضعفهم. يبقى طبعا strength developing their strength ينموا نقاط القوة وكمان يدعموا نقاط الضعف. confidence and patience are great. confidence الثقة بالنفس و patience الصبر are great إيه بقى values هي قيم
عظيمة جدا of any leader لأي شخص قائد. Number 5 خاص بالdefinitions من التعريفات. نقط means learning more about who you are. هي التعلم عن من هو أنت. طبعا اسمها إيه؟ self discovering أو self discovery. Number 6 to نقط means to have a high opinion of something or something. someone or something. to نقط means to have a high opinion. تدي رأيك، يبقى أي value يقيم. Number 7 This believes نقط my character. هذه المعتقدات بتعمل إيه لشخصيتي and help me knows what's right. وبتساعدني على معرفة ما هو صحيح. يبقى this believes هذه المعتقدات shape my character. بتمثل شخصيتي. Number 8 By following his curiosity. مجدي يعقوب his true purpose. The word purpose here means هنا بيقول لي كلمة purpose اللي هي معناها غرض. بتعني إيه؟ بتساويها إيه؟ كلمة problem quiz exam goal. طبعا هي كلمة goal يعني هدف و purpose يعني غرض، الاتنين بنفس المعنى. Number 9 When you are determined. لما تكون مصمم. determined يعني إيه؟ مصمم. you can نقط challenges. هتعمل إيه للتحديات؟ overcome تتغلب عليها. Number 10 So much homework usually makes student نقط stress. طبعا feel stress يعني يشعروا بالضغط. بيقول لي الكثير من الواجب عادة هيخلي التلاميذ feel stressed يعني يشعروا بالإيه؟ بالتوتر وبالضغط. طيب the suffix ity gives the نقط of the word personal. لو كلمة personal شخصي حطيت لها ity هتبقى personality، هتديني الناون الاسم. Which word in the closest synonym of stressed. أنهي كلمة هي نفس المعنى بتاع كلمة stressed مضغوط. هل هي relaxed worried calm cheerful؟ طبعا worried يعني قلقان بتساوي كلمة stressed شخص مضغوط أو متوتر بتساوي بالمعنى كلمة worried يعني قلقان. طيب عندي number 13 نقط means who a person is. بتعني من هو هذا الإنسان، هي identity الهوية. guessing the meaning خمن المعنى. number 14 عماد is curious student. عماد هو تلميذ فضولي. he is interested in نقط new things. هو مهتم بإنه يعمل إيه؟ new things أشياء جديدة. طبعا discovering اكتشاف الأشياء الجديدة. number 15 monuments remind us of our national identity. monuments اللي هي الآثار طبعا أو القطع الأثرية. remind us بتذكرنا عن national identity الهوية الوطنية. this means they make us هذا بيجعلنا make us إيه؟ delete ignore remember or forget. طبعا remember نتذكرها. You should stay نقط and believe in your abilities. You should stay confident. يجب أنك أنت تكون شخص إيه؟ confidence وتؤمن بقدراتك. He tries to not his problems to enjoy his life. He tries to overcome. هو بيحاول إن هو overcome his problems يتغلب على مشكلاته to enjoy his life عشان يستمتع بحياته. The suffix نقط changed the adjective kind into a noun. لو هحط المقطع إيه لكلمة kind هيحولها للاسم. طبعا kindness الطيبة. number 19 every person has a unique fingerprint. كل شخص عنده بصمة إصبع مختلفة أو مميزة. the antonym of unique is عكس كلمة unique اللي هي مميز معناها إيه؟ حاجة مميزة. التانية إيه؟ special خاصة. common معروفة أو شائعة. irregular غير منتظمة. formal رسمية. طبعا common. number 20 we can form the noun from the adjective individual by adding the suffix. ممكن إن احنا نكون
الناون الاسم أو الاسم من الصفة اللي هي individual هتبقى individuality، هنحط لها المقطع individuality. وبكده يكون يا تالتة إعدادي استوفينا الجزء الخاص بالكلمات، شرحناهم شرح مفصل. طبعا الحمد لله رب العالمين حلينا عليهم، قرأنا الريدنج، قرأنا الليسننج. بتمنى إن شاء الله تشتركوا في القناة عشان يوصلكم إن شاء الله الفيديوهات الجاية، وانتظروا أقوى شرح للجرامر الخاص بالوحدة الأولى يا تالتة إعدادي. وأشوفكم إن شاء الله الفيديو القادم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. Language in use the present perfect tense المعلوم والمجهول.